جيسيكا على قيد الحياة، وفيديو وفاتها مجرد خدعة من صنع الذكاء الاصطناعي، في مفاجأة قلبت الطاولة على كل من صدق الحكاية. القصة التي اجتاحت السوشيال ميديا عن المدربة جيسيكا التي قيل إنها اتهمت على يد حوت أوركا، تبين أنها مجرد خدعة عبقرية من صنع الذكاء الاصطناعي، لا حادث، لا دماء، ولا حتى مواجهة بين جيسيكا والحوت. بل المفاجأة الأكبر، جيسيكا ما زالت على قيد الحياة وبصحة ممتازة، وظهرت مؤخرا بنفسها لتؤكد أن ما تم تداوله كان مجرد فيديو مفبرك صنع خصيصا لخلق البلبلة وجمع المشاهدات والأكثر إثارة. الشركة التي تعمل بها جيسيكا رفعت قضية قضائية ضد الشخص الذي نشر الفيديو بتهمة التشهير ونشر أخبار كاذبة. قصة تثبت لنا أن في زمن الذكاء الاصطناعي حتى أكثر الحكايات رعبا قد تكون مجرد وهم بصري. شاركونا آراءكم في التعليقات. فهل نعيش اليوم في عالم لا نستطيع فيه التفرقة بين الحقيقة والوهم؟ وهل يمكن أن نصبح جميعا ضحايا فيديو مفبرك في أي لحظة